مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الباستا فلورا، حاجة كده بجد تحفة، ولا سمنة ولا زبدة، هنعملوها بالزيت وهتطلع معانا تحفة بجد. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا جدا وطعمها بجد خطير. طريقتها هتكون بسيطة وسهلة. ويلا كده قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. وبشكر طبعا حبايبي اللي بيعملوا لي اللايك واللي بيكتب لي تعليق، وبشكر حبايبي طبعا اللي بيحطوا لي على المنتدى. تسلموا لي يا رب، ربنا يخليكم ليا يا رب. ويلا في البداية نقول بسم الله ونشوف هنبدأ ازاي. اول حاجة معايا بولة هنا، هحط فيها بيضاية واحدة، ولا بيضتين ولا 3، هي بيضاية واحدة. وهنزل عليها كده بكيس من الفانيليا، وهنزل كمان بكوباية الا ربع سكر بودر. هقلب الخليط كويس جدا لحد ما اللون يفتح معايا ويبقى لونه كريمي. زي ما انتوا شايفين قلبت كويس جدا. ودلوقتي هنزل بكوباية الا ربع من الزيت. المفروض ان انا احط كوباية كاملة من الزيت، حطيت كوباية الا ربع. وهنزل من عندي انا بمعلقتين من السمنة. زي ما انتوا شايفين معلقتين السمنة هيدوها طعم حلو جدا جدا. وهنا هقلب كويس جدا. لحد دلوقتي المقادير بتاعتنا بسيطة وان شاء الله تكون موجودة في كل بيت. معايا 3 كوبايات ونص دقيق، بعد ما انا خلطهم حطيت عليهم كيس بيكنج باودر ورشة من الملح. هقلب المواد الجافة كده مع بعض، وهنزل بأول كوباية وهقلبها كده بالمضرب، مش هستعمل ايدي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده انا باخد الدقيق كده، خدت اول كوباية وهعملها بالمضرب بالمنظر ده. ولا بقى عملنا بقى في خلاط ولا بمضرب كهرباء ولا اي حاجة، احنا عملناها على ايدينا زي ما انتوا شايفين، ونتيجتها تحفة بجد. هنزل ببقية الدقيق كده حبة بحبة، وبعد كده هستعمل ايدي. زي ما انتوا شايفين طريقة بسيطة جدا وسهلة، والنتيجة بجد تحفة. وكده نزلت ببقية الدقيق وهعجن بقى زي ما انتوا شايفين. لو لقيت العجينه بتلزق شويه معايا هحط لها معلقه دقيق كده لحد ما العجينه تتظبط معايا. وهنا معايا الصينيه اللي هعمل فيها. انا حبيت ان انا النهارده اعملها في الصينيه ديت، ما رضيتش ان انا اعمل في الصواني المدوره، قلت لا النهارده انا هعملها في الصينيه دي، هتطلع معانا جميله جدا جدا. خدت كده جزء من العجينه حطيته في الفريزر لمده دقيقه لحد ما احضر الصينيه، وبعد كده هجيبها من الفريزر لاني انا عايزاها تبقى جافه شويه علشان اعرف ابشرها. وهنا بعد ما حطيت ماده دهنيه حطيت بقى كده جزء من العجينه كبير وفردته بالمنظر ده. وعندي هنا بقى مربى فراوله وانا هفردها على العجينه بالمنظر ده. وهنا مولعة الفرن على درجة حرارة 180، هتتحط في الرف الأوسط، هتقعد في الفرن 25 دقيقة حسب نوع الفرن. وهنا بصوا كده لما حطيتها في الفريزر بدأت ان هي تجمد معايا شوية. بعد كده عندي بقى المبشرة دي، هنبشر بالمنظر ده. حابة ان انت تفردي العجينة وتعمليها قلوب او دواير وتحطيها على الصينيه من فوق، اعملي كده. انا حبيت قوي ان انا ابشرها بالمنظر ده. هدخلها الفرن واول ما تخرج ان شاء الله نشوفوها مع بعض. وكده حبايبي بعد ما خرجت من الفرن ريحه جباره بجد، شكلها جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا اللهم بارك كده ما شاء الله عامله ازاي، جميله جدا جدا. هتنفعك جدا جدا في الفطور، حاجه خفيفه كده الصبح مع فنجان شاي او فنجان شاي بلبن، بجد بيبقى جميل جدا جدا. وفي ناس طبعا بتحبها قوي مع القهوه، طبعا انا بصراحه يعني افضلها مع شاي بلبن، لكن قهوه بتبقى صعبه شويه. انا هنا بقى خلاص سبتها كده هدت شويه، عايزه اقول لكم شويه دي يعني بالظبط 10 دقايق. وبعد كده قطعتها على طول بالمنظر دوت. هنقطع كده برضو ونشوف كده قطعة كده مع بعض ونشوفوا شكلها عامل ازاي. بجد طلعت جميلة جدا جدا، طعمها بجد خرافة. بصوا كده شكلها، ولا هي لازقة في الصينية ولا اي حاجة، شكلها جميل ما شاء الله اللهم بارك. ريحتها تحفة، طالعة ما شاء الله ناعمة رغم ان احنا عاملينها بالزيت، بس طالعة ناعمة كده وجميلة جدا جدا. يلا بينا كده نحطها بقى كده في قلب طبق ونقطع ونشوف مع بعض شكلها عامل ازاي. وده بيكون شكلها بقى كده في قلب الطبق واحنا حاطينها. ويلا بينا كده نقطع، ما شاء الله بجد طلعت جميلة جدا جدا. يلا بينا كده ناخد حتة بقى وندوق ونقول رأينا إذا كانت طعمها حلو ولا طلعت ناشفة ولا طلعت فيها ايه. بجد بأمانة لو الحاجة بتطلع
مش حلوة عمري في حياتي ما هطلعها ولا هنزل بيها فيديو ابدا. الحاجة اللي بتطلع حلوة بحب جدا اشكر فيها، لانها بجد بجد بتطلع جميلة جدا جدا، الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. يلا نشوف الجمال بقى، علشان اللي واقفين جنبي عايزين يدوقوا، وانا مش عارفة انا ادوق ولا هم بقى اللي يدوقوا. بصوا كده شكلها ما شاء الله عامل ازاي، والله طعمها بجد تحفة جدا، طعمها طلع جميل جدا جدا. يعني لو ما عندكيش زبدة اعملي بالزيت واتكلي على الله وهتطلع معاكي جميلة جدا جدا. بس طبعا لازم يكون نوع الزيت على الاقل يكون نضيف علشان يديكي طعم حلو. من جمالها وقعت، شايفين انتم؟ الحمد لله والشكر لله. والله عايزه اقول لكم يعني ان ما شاء الله ولادي واقفين جنبي لا عايزين يدوقوا بجد، فانا كنت بدوق وبدوقهم في نفس الوقت، يعني مش هينفع ان انا ادوق وهم لا. فقلت لهم استنوا بقى عليا لما اقفل الفيديو، واللي عايز ياكل ياكل براحته. زي ما انتم شايفين فيديو النهارده فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.